من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. الأستاذة عزة سيد المتخصصة في الآثار المصرية في العصرين اليوناني الروماني. الفن القبطي فن جميل جدا، كتير ما يعرفوش ان هو يعني نشأ في ظروف تاريخية معينة، لكن في المتحف القبطي بنلاقي رسوم وبنلاقي نقوش للسيد المسيح، وفي رموز كتير قوي بتدل على السيد المسيح من خلال الفن القبطي. الناس ما تعرفش ان الرموز دي يعني إشارة للسيد المسيح. أشهر الرموز دي الفن القبطي هو فن مصري، أنشأوا فنانين مصريين جدد، وفنانين متأغرقين غرقين متمصرين. الفن ده مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحبو أو الصحوة، اللي هو بدأوا يدمجوا الرموز المصرية واليونانية القديمة، ياخدوها زي الطور والحمامة والأساطير، ويعملوا منها رموز للسيد المسيح والكنيسة والمسيحيين. وبعد كده ظهر مرحلة الاكتمال اللي هو خلاص الدين المسيحي خلاص غزا مصر. فابتدى بقى ايه، لا هندمج الاثنين مع بعض، هنصور السيد المسيح ورموزه الخاصه بيه. بعد كده المرحله الثالثه اللي هي مرحله الانتشار، اللي هو تصوير السيد المسيح صرف بحياته كلها، من اول الميلاد لغايه الميلاد والتعميد العشاء الرباني، وتجمعه مع التلاميذ والصلب والقيامه. يعني هم الاول كانت رموز، كانت رموز، والرموز ديت ليها اصول يمكن قديمه، فهم عادوا ليها رموز قديمه. هي في زي علامه العنخ بترمز للصليب، اللي هي الحياه في مصر القديمه. وفي بعد كده رموز حيوانيه وفي رموز نباتيه. زي ايه؟ بالنسبه للرموز الحيوانيه هنلاقي السمك. ده كان بيرمز للعماد، لان السمك بيعيش في ميه نهر النيل. والسيد المسيح اتعمد في نهر الاردن. كمان السمك بيرمز الى العشاء الرباني المبارك، معجزه السيد المسيح في اطعام 5000 فرد من سمكتين وبعض من الخبز. الحروف الاولى لكلمه سمكه في اليونانيه بتعني السيد المسيح ابن الاله المخلص. في النسر بيرمز لتجديد الحياة، لأنه بيقولوا إن النسر عندما تساقط الريش عنه بيبتدي يعيد إنبات ريشه من مرة تانية ويستعيد الحياة. في الطور ده رمز للتضحية للسيد المسيح. في البجعة برضو رمز تضحية السيد المسيح على الصليب. وفي الحمل اللي هو بيرمز للسيد المسيح الراعي الصالح، ولأن السيد المسيح لما نزل لما اتولد الفترة دي كانت مشهورة الناس اللي حصل ليهم تبشير هم الناس رعاة الغنم، أو الناس سمعوا صوت الملائكة بتغني بميلاد السيد المسيح، كانوا رعاة الغنم. الرموز التانية اللي بتميز السيد المسيح بقى في المرحلة الرمزية الخالصة اللي اتكلمنا عنها الأستاذة عزة سيد، الباحثة في الآثار المصرية في العصرين اليوناني والروماني. رمزوا خدوا العنب ورمزوا بيه لدم السيد المسيح وإلى المحبة والخلاص اللي السيد المسيح جاي بيه للشعب في الفترة دي. في زعف النخيل برضو بتمثل مرحلة دخول السيد المسيح للقدس واستقبالهم ليه أورشليم. في برضو الزيتون اللي هو رمز السلام. في شجرة البلوط، وشجرة البلوط دي الشجرة اللي اتصلب عليها السيد المسيح وبترمز للإيمان والفضيلة. في البرسيم، والبرسيم لأنه عبارة عن 3 بتلات، فرمزوا للبرسيم على أنه هو الثالوث المقدس.
وفي البوص اللي هو ترمز لآلام السيد المسيح، اللي هي تم بيها صلب السيد المسيح وإنزال الدم من السيد المسيح. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.